اليوم رح نحكي عن قصة عجيبة جدا. قصة عن كيف ممكن حياة إنسان تتبدل بالكامل من خلال الإيمان والالتزام الروحي. قصة بتورينا قوة الاستغفار بشكل عملي وملموس. شوفوا البداية، من تخبط إلى تخبط ومن تيه إلى تيه. يعني من هالكلمتين بس نقدر نتخيل حجم الضياع والمعاناة اللي كانت عايشتها صاحبة القصة. كان هذا هو واقعها اليومي. طيب، مين هي صاحبة القصة؟ هي شابة من مصر عمرها 23 سنة. كانت تحس إنه حياتها حرفياً متوقفة. كل شيء مسدود بوجهها، كل الأبواب مقفولة. شعور صعب جداً، كأنها ماشية بطريق نهايته مسدودة. المشاكل ما كانت مجرد شعور عام، لا، كانت أشياء ملموسة. أول شيء كانت مقتنعة إن في سحر أو شيء روحي معطلها. دراستها كان فيها مشاكل كبيرة ومتعثرة. والشيء اللي كان يمكن الأصعب موضوع الزواج. كل ما يتقدم لها عريس الموضوع يفشل فجأة وبدون أي سبب منطقي، يختفي أو يتراجع. وهالشي خلاها تتأكد إن في قوة غريبة بتعطل أمورها. طيب كيف تغير كل هذا؟ وين كانت نقطة التحول؟ التغيير بدأ لما سمعت عن الأستاذ محمد حجازي وبدأت تفهم المعنى الحقيقي للاستغفار. هنا بالضبط لقت أول خيط نور، أول بصيص أمل ممكن يطلعها من كل الظلام اللي كانت فيه. فقررت تلتزم ببرنامج واضح، 3 خطوات أساسية. أولاً، المداومة على الاستغفار. ثانياً، قراءة سورة البقرة. لكن النقطة الجوهرية والمفتاح الحقيقي لكل شيء، مثل ما هي بتقول، كانت الخطوة الثالثة إنها تترك الذنوب تماماً. هي بتعتبر إنه بدون هالخطوة كل شيء ثاني ما كان رح يكون له نفس التأثير. هذا كان أساس التغيير. لكن هل الأمور صارت سهلة على طول؟ أبداً. الطريق ما كان سهل في البداية، بالعكس. أول ما بدأت بالالتزام واجهت أصعب اختبار روحي قوي جداً، وكأنها رسالة تقول لها إن المعركة الحقيقية بدأت الآن. هي بتحكي إن الأيام الأولى كانت مرعبة، كوابيس ما بتوقف وأحلام مزعجة جدا. كانت تحس كأن في هجوم عليها وهي نايمة. بس هي ما استسلمت، كانت متابعة تجارب ناس تانية وعرفت إنه هذه مرحلة طبيعية. هذا هو الاختبار اللي لازم تعديه عشان تثبت صدقها وقوة إرادتها. وبعد ما ثبت وصبرت وعدت هذا الاختبار الصعب، هنا بدأت المعجزات. الأمور بدأت تتغير بشكل لا يصدق. فجأة وبشكل درامي أبواب الخير والفتوحات انفتحت عليها من كل مكان، أشياء ما كانت تحلم فيها أبداً. والجميل في الموضوع إن التغيير ما بدأ بشيء ضخم، لا، بدأ بأشياء صغيرة. مجرد أمنية بسيطة تخطر في بالها تلاقيها تحققت، مبلغ بسيط تحتاجه يصلها من مكان ما تتوقعه أبداً. هذه الإشارات الصغيرة كانت زي اللي بتقولها: استمري، الخير الكبير جاي في الطريق. وهنا بتيجي المفاجأة الكبرى. تتذكرون مشكلة الزواج اللي استمرت سنين؟ طيب، بعد ما بدأت في برنامجها هذا ورجعوا الخطاب يزوروا بيتهم، في خلال أسبوع واحد بس تمت خطوبتها. تخيلوا، سنين من التعطيل انحلت في 7 أيام. والأعجب من السرعة هو التفاصيل. ما كانت مجرد خطوبة والسلام، لا، الشخص اللي تقدم لها كان بالضبط مثل ما كانت تتمنى وتدعي. كل صفة كانت في بالها لقيتها فيه. تخيلوا، حتى اسمه كان نفس الاسم اللي كانت تتمناه. هذا بيورينا قديش الاستجابة كانت دقيقة ومباركة. والخير ما وقف هنا. فجأة وبدون مقدمات والد العريس قرر من نفسه يضيف مبلغ 20,000 جنيه لمهرها، هدية منه. مرة تانية رزق بيجي من مكان ما حد بيتوقعه أبداً. هي لخصت كل التجربة بجملة بسيطة وعميقة جدا: كنا في ظلام الذنوب فأخرجنا الله لأنوار الاستغفار. وصف دقيق جدا للرحلة، انتقال كامل من الظلمة للنور، من التعطيل للفتوحات. طيب، كل الآن شفنا القصة، لكن شو السر وراء كل هذا النجاح؟ هنا لازم ننتقي من القصة نفسها للمبدأ اللي وراها، المبدأ اللي بيشرحه الأستاذ محمد حجازي. السؤال المهم هو: ليش الاستغفار تبعها كان فعال لهالدرجة؟ شو اللي خلاه مختلف عن أي شخص تاني بيستغفر؟ إيش هو السر اللي حول مجرد كلمات بتتردد على اللسان لقوة حقيقية قادرة تغير الواقع؟ الجواب كله في كلمة واحدة: اللزوم. إيش يعني اللزوم؟ اللزوم مش إنك تعمل ورد معين، تستغفر 100 مرة أو 1000 مرة وتوقف، لا. اللزوم هو أن الاستغفار يصير جزء منك، يصير حالة عايش فيها، لسانك طول الوقت رطب بذكر الله، في كل وقت وفي كل مكان. وهذا الجدول بيوضح الفرق ببساطة. الورد هو لما نخصص وقت معين لذكر معين، وهذا طبعا شيء عظيم جدا ومطلوب.
لكن اللزوم هو المرحلة اللي بعدها، مستوى مختلف تماماً. هو إنك تعيش حالة الاستغفار وإنت بتشتغل وإنت سايق وإنت قاعد. الاستغفار بيصير مثل النفس اللي بتتنفسه، شيء مستمر ما بيوقف. ولما نوصل لحالة اللزوم هذه، الثمار بتظهر لوحدها. اللسان اللي مشغول بالاستغفار ما راح يلاقي وقت للغيبة والنميمة. القلب اللي متعلق بربنا ما راح يتشتت بأمور الدنيا. والأهم من كل هذا إن اللزوم بيعالج المشكلة من أساسها. ليش؟ لأنه اعتراف ضمني ومستمر بأن مشاكلنا وتعطيلاتنا سببها ذنوبنا، وأن مفتاح الحل هو الاستغفار. وفي النهاية القصة هذه بتتركنا مع سؤال كبير وعميق. إذا كانت كل مشاكلنا وتعطيل أمورنا والصعوبات اللي بنواجهها هي عبارة عن أقفال إحنا اللي صنعناها بذنوبنا، يا ترى هل ممكن يكون لزوم الاستغفار هو المفتاح العجيب اللي بيقدر يفتح كل هذه الأبواب المغلقة؟